قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بشي وهي بتفكر في أحلامها وبتراجع الأوراق اللي عملتها على شكل نجوم من طفولتها وبتكون كاتبة فيها أحلامها، وأهم حلمنا عندها إنها تدخل جامعة ياه، والتاني هو إنها تتجوز دوان صديق أخوها، وده اللي وقعت في حبه من وهي طفلة، وبتكون خايفة إن لما تكبر يكون ارتبط وما تقدرش تحقق الحلم ده، وبرغم إنها بتكون مقتنعة إن الحلم اللي مش هتقدر تحققه يبقى الأفضل تتخلى عنه، بس ما بتكونش قادرة تتخلى عن حبها لدوان. وبنعرف إن دلوقتي دخلت الجامعة اللي كانت بتحلم بيها، وبتكون بتحتفل مع أصحابها بعيد ميلاد صديقتها، واخوها يام بيتصل بيها وبتكون ماسكه التيشيرت بتاع زميلها وبتوقع منه علبه سجاير وبتجيبها من الارض، وفجاه بتسمع شخص بينادي عليها، هو بتفضل متجمده مكانها، هو بيقرب لها وبيكون دوان وبيلومها على السجاير وبياخد منها العلبه، وهي بتعرفه انها مش بتاعتها، وبنعرف انه مره فتره طويله ما تقابلوش، وبيلومها لان حتى ما سلمتش عليه، فبترحب بيه وبتكون متوتره، وبيعرف انها هنا علشان بتحتفل مع زميلتها بعيد ميلادها، وبيسال عن عدم ردها على رسايله بعد ما سافر، فبتقوله انها كانت مشغوله بدراستها، فهو بيفكرها لما كان بيدرس وكان بيشتغل بدوام جزئي، وبرغم كل ده كان بيدرس لها، وبيقرب منها ومش بتقدر تبصله، وبتتضايق لما بيقول لها انها لسه طفله، وبتعرفه انها كبرت ودخلت الجامعه وبترفض يعاملها كطفله، وبتسيبه وتمشي وترجع لاصحابها، وبتتعصب لما بتفتكر انه شايفها لسه كطفله، وبتقول عليه انه راجل عجوز، بس بتتفاجئ انه سمعها وبيتكلم معاها وبيقول لها انه هيوصلها، وهي مش بترد لانها بتكون لسه متفاجئه انه سمعها، وبيربط لها الحزام وبتحس ان دقات قلبها اسرع لما بيقرب منها، وبيعرف انها شربت في الحفله وبيلومها، بعدها بيسألها عن سبب عصبيتها عليه، فبتقول انها مش بتحب حد يعاملها كطفله، وهو بيقول لها ان حتى لو اتجوزت والدها ومامتها يعاملوها كطفله، وبيكون نفسها ان هو يكون مختلف لانها مش عايزاه يعاملها كاخت او والدها ومامتها لانها بتحبه، بس مش بتقدر تقول له كده وبتفضل ساكته لحد ما بيوصلوا، هو بتكون عايشه في سكن الجامعه وبتنزل وبتمشي فبينادي عليها، وبيكون مشتري لها حاجات علشان تفطر بيها، وبيقول لها انه ما كانش يقصد يضايقها بكلامه، هو بيعرض عليها انها تتغدى معاه وبتوافق، وبيعرفها انه كان مبسوط لما عرف انها دخلت الجامعه هنا، وبيكون قريب منها ومش بتقدر تتكلم، وبيطلب منها ترجع غرفتها فبتمشي وهو بيفضل باصص لها، وهي بترجع الغرفه وبتفكر في كلامه، وبتكون اتضايقت وزعلت عليه لما عرفت انه عايش هنا لوحده، وبنعرف انها كانت فاكره انه مع عيلته، وبتسال نفسها يا ترى فين عيلته وحبيبته، وبنعرف انها فاكره انه مرتبط، وبتفكر في ذكرياتها، وبنعرف انه لما دخل الجامعه مع يان اخوها شافته بينقل حاجته، وساعتها شافت دميه ومسكتها وكانت شايفه انها قبيحه، وهو جاي واتخضت لما شافته، وفي النهايه ادالها الدميه دي وانها لسه محتفظه بيها بس في صندوق ذكرياتها، هو بيبعت لها رساله وهي بتشوف انه لطيف جدا، وان حتى لو كانت قابلته اول مره دلوقتي اكيد كانت هتوقع في حبه برضه، وبنعرف انها حاولت ما تفكرش فيه وقت طويل لما افتكرت انه مرتبط، بس برضه ما قدرتش، وتاني يوم بتسال صديقتها عن ان ليها صديقه حب صديق اخوها، بس فضل يعاملها كانها طفله، وهي قررت تنساه، بس دلوقتي اتقابلوا تاني وهي مش عارفه تتعامل معاها ازاي، بس صديقتها بيوقعوها في الكلام لحد ما بيعرفوا انها بتتكلم عن نفسها، وبينصحوها تتاكد الاول انه مش مرتبط، وبعدها تحاول تعرف مشاعره ناحيتها، وفي صديقة من زمايلها بتنصحها انها تغازله، فبتتخيل نفسها بتعمل كده بس مش بتقدر تكمل، بعدها بتبعت له رسالة علشان تشوف لو كان فاضي ولا عنده شغل، لانها عايزة تعزمه على العشاء كنوع من الشكر علشان وصلها امبارح، وهو بيتصل بيها وبيلومها لان الافضل كانت اتصلت بيه مش تبعت له رسالة، فبتقول له ان ده نوع من الاحترام لانها بتعامله على انه شخص عجوز، وهو بيضحك على كلامها وبيوافق يتقابلوا بعد الشغل، وهي طبعا بتكون مبسوطة، وبترجع الغرفة وبترفض تروح تتعشى مع زمايلها، وبتفكر لو ينفع تقابله من غير مكياج، وبيتأخر وبتتصل بيه وبيكون تعبان، وبيعتذر لها انه مش هيقدر يقابلها، وبس هي بتصمم تروح له وبتنقله المستشفى، وبتعرف انه بيعاني من الزايده وانهم وصلوا في الوقت المناسب، وبتفضل معاه بعد العمليه وبيشكرها وبيطلب منها ترجع الجامعه، وهي بتساله لو كان اتألم في العمليه فبيقول لها انه كان متخدر، وبيطمنها انه كويس دلوقتي، وهي بتوعده انها تيجي بكره تطمن عليه، بس هو بيطلب منها تركز في دراستها، وبتمشي وهو بيكون خايف تكون زعلت منه، وبنعرف انه بيحبها، بس بعد شويه بترجع تاني وبتعرفه انها تفضل معاه، وهو بيفضل باصص لها، وهي بتفضل تهتم بيه وبتبص له وهي بتمسح وشه، وبيفتح عينيه فجأة وبتتوتر وبتسيبه وبتخرج بره، وبتكون متضايقة من تصرفه، بعدها بتكون نايمة وبتراسل زميلها وفي حد بيبعت لها رسالة صوتية، وبتسمعها ودوان بيعرفها انه عايز ينام فبتفصل الرسالة، وهو بيسألها ليه ما كملتهاش فبتلومه لانه بيتجسس عليها، وبيكون عايز يعرف لو كانت مرتبطة بمنجي ده ولا لا، هو بيسألها لو كان هو اللي جت تقابله في المطار فبتقول له لا، وبيعرفها انه حس بحزن كبير ساعة ما شافها بتعيط في المطار، وبنعرف ان ده كان في المرحلة الثانوية، وساعتها هي جت علشان تعترف له بمشاعرها، بس اتصدمت لما شافت بنت معاه وفضلت تعيط، واضطرت تعرفه ساعتها انها جت تقابل حبيبها اللي كانت بتتواصل معاه، بس لقيته مرتبط ورفضها لانه شاف انها صغيره، وهي بتكون بتقصده هو، وهو حاول يهديها ساعتها وقال لها انها ممكن ترتبط بيه لما تكبر، فقالت له ان ساعتها هيكون هو ارتبط، هو تاني يوم بتجيب له حاجات من شقته، وبتشوف صورتها في حفله تخرج معاه وبتصورها، وبتشوف صوره
صورة مامته وبتتكلم معاها، وبتكون عرفت انها ماتت وبتطمنها عليه. بعدها بتكون خارجة وفي بنت بتدخل بس هي مش بتهتم، وبترجع المستشفى وبيكون في راجل عجوز مع عدوان في الغرفة. هو بيكون مصمم طول الوقت انهم متجوزين، وهي بتحاول تعرفه انهم مش متجوزين ولا مرتبطين بس مش بيسمعها، فبتسيب الغرفة وبتخرج. بعدها بتفضل مع عدوان لحد ما بيخاف، وفي النهاية بتعرف الراجل العجوز انهم هيتجوزوا وبتمشي مع عدوان اللي بيطلب منها يتجوزوا قريب. ولما بتتضايق بيعرفها انه كان بيهزر وبيعتذر لها، وهي بتحس بألم لانها مش عايزة اي حاجة تديها امل كاذب انهم هيتجوزوا حتى لو كان بالهزار. وبترجع معاها البيت وبتكتب له نصايح علشان يمشي عليها. بعدها بتعلقه مع التلاجة وبتمشي، وهو بيكون مبسوط انها مهتمة بيه، وبيفتكر كلام الراجل العجوز اللي كان معاه في المستشفى لما قاله انه لو ما اتجوزهاش هيندم عليها. وبعد فترة بيكون احتفالات السنة الجديدة، وزميلتها بتقترح عليها انها تحتفل مع عدوان طالما مش حابة تحتفل مع اصحابها. ولما زميلها بيضغطوا عليها علشان يعرفوا تفاصيل علاقتهم مع عدوان، بتقول لهم انها بتعتبره زي اخوها، وهو بيحتفظ بالورق اللي كتبت عليه النصايح اللي علقتها على التلاجة. بعدها بيرسلها، وبرغم انه بياخد كلامها لما بتناديه بالعجوز هزار، بس بيكون خايف تكون شايفة كده فعلا. هو تاني يوم بيتصل بيها وبيعرض عليها انهم يحتفلوا برأس السنة مع بعض، وهي بتقول انها مش بتفكر تخرج دلوقتي، بس هو بيفكرها انها وعدته تعزمه على العشاء، وبيطلب منها تعزمه النهارده، وهي بتوافق وبتفرح جدا. وبتروح له، وبنعرف ان مر فترة من ساعة ما اتقابلوا، وبيسألها عن موعد رجوع البيت عند اهلها، وبنعرف انها بتدرس في مدينة تانية، وبتقول انها لسه لما تخلص اختبارات، فبيتفق معاها تبلغه علشان يحجز لها التذكرة. والبنت اللي كانت داخلة بيته ساعة ما شي كانت خارجة بتشوفهم، وشي بتفتكرها، والبنت بتتعصب على عدوان وبتدلو عليه المية، وبتعرفه انه لازم يخدمها طول الوقت لانه مديون لها. وشي بتدلو عليها المية وبتتعصب عليها، وبتحذرها انها تضايقه تاني، وهو بيهدي شي وبيقول لها ان دي ما تستاهلش. وسو بتتعصب وبتكون عايزة تضربه بس بيبعدوها عنه، وشي بتمسح المية اللي جت على وشه. وبنعرف ان والده السبب في موت والد سو، وان من ساعتها مطلع عينه وبتدفعه الثمن. وشي بترفض انه يستسلم، وبتقوله ان ده غلط والده وهو ملوش علاقة بالموضوع، وهو بيشكرها انها دافعت عنه، فبتقوله انه ساعدها وهي صغيرة ولازم تهتم بيه وهو عجوز. هو بيضحك على كلامها فبتتعصب عليه. بعدها الالعاب النارية بتشتغل وبيتفرجوا عليها، ولما بيخلصوا بيوصلها وبيرجع البيت، وبيلاقي سو مستنياه وبتكون عايزة تتخانق معاه، فبيتصل بالامن وبيبعدها عن طريقه، وبيدخل وبيقفل الباب، وبيطلع فوق وبيفضل ماسك صورة مامته، وبيحكي لها عن شي اللي بتخلص الامتحان وبتحتفل مع زمايلها. ومنجي بيكون معجب بيها وبيحاول يتكلم معاها، وهي بتكون متأثرة من الشرب وبتمشي، وبيعرض عليها تستنى معاهم وتشاركهم اللعب لكن بترفض. ودوان في الوقت ده بيتصل بيها وبيسألها عن مكانها، وبيعرف ان منجي معاها، فبيعرفها انه هيجي علشان ياخدها، وهي بتخرج تستناه، وبتتفرج على تساقط التلج وبتعيط لانها مش قادرة تتقبل انها تعامل دوان زي اخوها. وهو بيجي وبيلومها علشان شربت، فبتتعصب وبتعرفه انها كبرت دلوقتي وبتعيط، وبيحاول يهديها وبتكون هتسيبه وتمشي. ولما بيمنعها بتوع عليه وبيفضل حاضنها، وهي بتلوم نفسها لانها مش قادرة تعترف له انها بتحبه، وبتقوله انها تحكي له على سر، وهي انها حبت شخص بس الشخص ده مش بيحبها، وبتعيط. وبيسألها من ده وبترفض تقول له، وبترجع عليه، وبتقعد على الارض وبيكون عايز يشيلها لكن بترفض علشان العملية، فبيقول لها انه عدى 3 شهور على العملية ويقدر يشيلها، وهي بتعيط لانها تقيلة. وفي النهاية بيشيلها وبيضحك عليها، وهي بتتعصب عليه وبتطلب منه ما يضحكش عليها، وبيسألها ليه شربت اصلا، فبتقول له لانها مش سعيدة، لانها مش قادرة تعترف للشخص اللي بتحبه. ولما بيقول لها انه شخص مش لطيف علشان مش بيهتم بيها، بتتعصب اكتر وبتقول له انه لطيف وبيهتم بالجميع، وبتفضل تعيط لحد ما بتنام. وهو بيقول لها انه هيهتم بيها بس وساعتها مش هتكون حزينة. وبنعرف انه بدأ يعرف انها بتحبه هو، وبيقول لها ان لو ما ردتش هيعتبرها موافقة عليه، وطبعا هي مش بترد لانها نايمة، وهو بيفضل يكلمها طول الطريق. هو تاني يوم بتصحى متأخر وزميلها كمان اللي بيصحوها، وبيعرفوها ان في شاب وسيم امبارح وصلها، وهو اللي طلب منهم يصحوها، وهي بتفتكر اللي عملته امبارح وبتكون مكسوفة. وهو بيتصل بيها علشان يوصلها المطار، وزميلها بيعرفوا من ملامحها ان هو ده الشخص اللي بتحبه، وبتروح علشان يوصلها، وبتعرف ان هو كمان هيسافر علشان يحضر زفاف واي زميله. وبتسأله لو كان عايز يتجوز، فبيطلب منها تشوف له عروسة في سنها، وبتهز دماغه وبتكون متوترة لانه قريب منها، وبيفضل يستفزها في العربية وبيخليها تأكله، وهي بتتضايق من تصرفاته، وبتوصل وبتكون لسه متضايقة من اللي عمله. وبنعرف انه وصلها المطار وسابها، وبتلاقي اخوها مستنيها وبتروح له وبترخم عليه، وبيرجعوا البيت، وبتعرف انه هيرتبط ببنت تعرف عليها في موعد مدبر، وبتعرف كمان انه هيحضر حفلة فاي، ودي حفلة خاصة قبل الجواز، يعني تقريبا زي حفلة توديع العزوبية. وبتسأله لو دوان هيحضر وبيرفض يقول لها، فبتتعصب عليه، وبتطلع بعدها غرفتها وبتخرج الدمية اللي دوان اداها لها، وبتفتكر ساعة ما اخدتها منه وبتضحك، وهو بيرسلها وبيطمن انها وصلت بخير، وهي بتفضل تكلم الدمية عنه، وبعدها بتحضنها وبتنام. هو تاني يوم بتروح تحضر حفل فاي، ودوان بيكون وصل وبيرخم عليها هو ويان، اللي بعدها بيسيبهم مع بعض وبيمشي. ودوان بيقعد جنبها وبيعرف انها مسجلة رقمه بالاخ رقم 2، وبتعرفه ده لان يان اكبر منه بكام يوم.
يوم وبيتكلموا عن يان وبتعرفوا موضوع ارتباطه وانه هيقابل البنت اللي هيرتبط بيها ورافض انها تروح معاه. وفي النهايه يان بيتاثر بالشرب وبيروح مع اصحابه وهي بتتعصب لانها مش عايزه تمشي ودوان بيجي علشان يوصلها وبتكون خايفه انها تكون بتزعجه فبيطمنها وبيعرفها انه اصلا مش رايح مع فاي ويان وبيوصلها وبيعرف انها تسافر بكره وبيديها الظرف الاحمر اللي خطفه من يان لما كان هيديهولها. ولما بيوصل البيت بيقدم لها هديه وبتكون متردده تاخدها وهو بيحطها في ايدها وبيطلب منها تطلع ترتاح وبتمشي وبترجع غرفتها وبتشوف الهديه وبيكون سوار وبيعجبها جدا. بعدها بتبحث عن تفسير تصرفه وبتعرف ان اللي بيحب واحده بيقدم لها سوار هديه وهي بتكون مبسوطه وبتفضل تكلم الدميه. وتاني يوم بيسافروا مع بعض لان اجازتها بتنتهي وبيقابل واحد من زمايله اللي كانوا معاه في الجامعه وبيشوفها معاه وبيساله لو كان يقصدها هي لما قالوا انه هيتجوزها لما يتخرج. هو بيغير الموضوع بسرعه وبيمشوا هو وشي وبيفضلوا ساكتين فتره وبيعرفها انه ما كانش في حد في حياته قبل كده فبتساله عن البنت اللي جت معاه المطار لما قابلها وبتعرف انها مديرته وهي بتكون مبسوطه لما بتعرف ان كمان دلوقتي مش مرتبط وبيوصلها وزميلتها بتيجي وبتمشي معاها وبتعترف لزميلتها ان هو ده اللي بتحبه وزميلتها بتنصحها تقرب منه اكتر وتلمح له بمشاعرها. وهو بيروح الشغل وبياخد اجازه علشان يقضي اليوم معاها وبيتمشوا مع بعض على الشاطئ وهو بيحاول يعرف عنها حاجات كتير وبتلومه لانه بيسالها اسئله كتير وبتجري فبيجري وراها. وفي النهايه بيروح الشركه اللي بيشتغل فيها وبيعرفها على زمايله وهناك بتقابل البنت اللي قابلتها في المطار واللي كانت فاكره انها حبيبته وبرضه بتحاول توصل لها ان مفيش بينهم حاجه وبتعرفها كمان انها متجوزه وهي بتشك انها تكون عرفت مشاعرها ناحيه دوان. بعدها بتتمشى مع دوان وبتشرب المشروب اللي جابه لها وبيكون فيه حليب وبنعرف ان عندها حساسيه من الحليب وبتفتكر اول مره لما جاب لها ازازه حليب وهي اخدتها ورجعت البيت وشربتها برضه وبتتعب شويه وبياخدها المستشفى وبيلومها انها ما عرفتوش بالحساسيه اللي عندها وبيطمنوا انها بخير. وبعدها بترجع البيت وبتكون مبسوطه لانها حست من كلام زميلته انه بيحبها وبتعرف ايه اللي حصل وهي كمان بتكون شايفه انه واضح انه بيحبها وبتديها نصايح علشان تخليها تعترف لها بمشاعره بشكل صريح ومن ضمنها انها تتجاهله شويه بس ما تبعدش وما تعترفلوش هي وتستنى لما يعترف لها. وهو بيبعت لها رساله وبيطلب منها تاخد الدواء وترتاح وبيفكر في تصرفاتها وكلامها وبيسال نفسه لو كان هو اللي بتحبه وبيكلم فاي وبيحكي له عن اللي حصل وبنعرف انه قرر يعترف لها بمشاعره يوم عيد ميلادها. وبيجي يوم عيد ميلادها واصحابها بيقترحوا عليها يقضوا مع بعض بس هي بتعرفهم انها اتفقت انها تقابل دوان ويحتفلوا بيه مع بعض وبتمشي وبتسيبهم ومنجي بيقدم لها هديه وبيطلب يخرج معاها بس هي بتعتذر وبتعرفوا انه معاها موعد مهم فبيمشي ودوان بيكون شايفهم وبتروح له وبيقرب منها وبيسالها لو كان منجي اللي بتحبه وبيكون قريب منها وبتتوتر وبتقول له لا وبيرخم عليها ولما بتساله عن البنت اللي بيحبها بيرفض يقول لها. بعدها بيروح يحتفلوا بعيد ميلادها وبيقدم لها هديه وبيسالها لو كان فعلا منجي اللي بيطاردها فبتقول له لا فبيسالها عن مواصفات الشخص اللي بتحبه فبتقول انه يكون وسيم وطويل فبيعرفها انه وفيه المواصفات دي وبيسالها لو موافقه انه يطاردها. هو بتفتكر انه بيهزر وبيصمم على كلامه وفي النهايه بيعرفها انه خلاص قرر يطاردها وان لما توافق عليه لازم تقبله. بعدها بترجع لاصحابها وبتعرفهم اللي حصل ويان بيرسلها وبيتكلموا عن الارتباط وهي بتقول انها ممكن ترتبط بصديق فبيقول لها انها لازم تاخد بالها علشان ما تتعرضش للخداع وهي بتعرفه ان الشخص ده اكبر منها فبيتصل بيها وبيكون رافض ودوان بيفضل يرسلها طول الوقت وبيكون خارج من الشغل وسبتيجو وبتطلب منه فلوس ولما بيرفض بتهدده انها تقول لشين وعدها بالجواز وبتعرفه انها مش هتسيبه يفلت منها مهما حصل لان لازم يتحمل نتيجه اللي حصل لها وهو بيحذرها لو قربت منها وبيرفض يديها حاجه وبيمشي وبيفتكر اللي عملته وبنعرف انها كانت معاه في المدرسه وكان بيسيبها تعمل اللي هي عايزاه وكانت بتضربه كمان وسببت له في مشاكل كتير وهو كان بيتحمل. وتاني يوم بيروح يقابل شي وبتشتري حلوه وبتديله واحده بس هو بيرخم عليها وبيطلب منها قبله وهي بتبعد عنه فبيقرب لها وبنعرف انها وافت على ارتباطهم وبيعمل انه هيقبلها بس بيبعد وبيعرفها انه هيفضل وراها 3 ايام لحد ما تقبله وبترجع البيت وبتعرف اصحابها وبتعترف انها بتحبه من فتره طويله وهو بيرسلها وبتعرفه انها مشغوله فبيطلب منها انها تركز في دروسها. بعدها بيفكر في كلام سو وبنعرف انه سو شايفه ان لازم يدفع ثمن غلطه والده وبنعرف ان والده عايش بس في غيبوبه من ساعه الحادثه وبنعرف ان دوان ومامته عاشوا فتره صعبه وفي النهايه مامته اصابت بسرطان وماتت وهو في الجامعه وتاني يوم شي بتتفاجئ بيه وبتعرف ان النهارده ما عندوش شغل وجي علشان يساعدها في المذاكره وبيفضل باصص لها وهي بتتوتر وبتعمل انها عايزه تنام وبيفضل باصص لها وبيقبلها على خدها وهي بتلومه فبيعمل نفسه مش فاهم وبتحاول تشرح له برضه بيعمل نفسه مش فاهم وفي النهايه هي بتقبله على خده وبتقول انها بتلومه لانه عمل كده وهو بيقول لها ان هي اللي بتغازله فبتقول انه قبلتها من غير مشاعر وبتحاول تستفزه زي ما هو عمل وهو بيسالها امتى هيعلنوا علاقتهم فبتقول انهم مش في علاقه وهو بيفضل يستفزها. بعدها بيروحوا يتغدوا مع بعض وبيرفض يخلي حد يقعد معاهم وتاني يوم بتكون معاه وبيتكلم عن جوازهم فبتقول انها لسه اصلا ما وافقتش ترتبط بيه وبنعرف انه اكبر منها ب7 سنين ويان بيتصل بيهم وبنعرف ان النهارده عيد ميلاد دوان
ويان بيستفزها وبتتخانق معاه كالعادة وبتقفل في وشه، ودوان فجأة بيقرب منها وبيعرفها انها حبه الأول، وهي بتحس انه بيحاصرها. بعدها بيحتفلوا بعيد ميلاده وبتقدم له هدية، وبتسأله هل لو انفصلوا يقدروا يقابلوا بعض تاني، فبيسألها لو كانت شايفة انه مش جد في مشاعره ناحيتها، ولما مش بترد بيقول لها انه مش هيجبرها عليه بس مش هينفصل عنها مهما حصل، وبيتمنى أمنية وبيطفي الشمعة. وبنعرف ان فعلا برغم حبها ليه بس خايفة من فكرة الانفصال جدا. بعدها بترجع البيت وبتفكر في مشاعرها ناحيته، وبتسأل نفسها لو كانت بتخدعه لانها عاشت فترة طويلة بتتمنى يرتبطوا بس دلوقتي خايفة من الارتباط. وتاني يوم هي بتكون مع اصحابها وسو بتروح لها وبتتكلم عن دوان بشكل وحش، وان والده مدمن كحول وخبط والدها بالعربية ووالدها مات وهو دلوقتي في غيبوبة، وانه شخص ما يستحقش حتى الشفقة عليه. وشي بتدافع عن دوان وبتأكد ان ملوش علاقة بتصرفات والده، وسو بتتعصب عليها بس صديقتها بتيجي وبتلوم سو على تصرفها، وسو بتسيبهم وبتمشي. وشي بتروح تقعد لوحدها وبتشك ان عشان كده دوان استلف مبلغ من والدها، وبنعرف ان ده كان قبل دخوله الجامعة، وبتفضل تفكر فيه في الظروف الصعبة اللي عاشها. بعدها بتجري بسرعة وبتروح له وبتسأله لو هيفضل يحبها دايما وبتعيط، وهو بيقول لها ايوه وبتحضنه، وبيسألها لو في حاجة حصلت فبتقوله انها موافقة على ارتباطهم، وبيسألها لو كانت متأكدة من قرارها فبتأكد كلامها، وبتعرفه انها وقعت في حبه من فترة طويلة وانها بتحبه اكتر من حبه ليها، فبيحضنها وهي بتبعد وبتلومه لما بيقبلها، وهو بيقرب منها تاني وبتحط ايدها على بقه، وبيقعدوا مع بعض وبيفضل باصص لها فبتطلب منه ما يبصلهاش بالشكل ده لانها بتتوتر. هو بيقعد جنبها وبتسأله لو كانت هي حبه الاول فبيقول لها ايوه، وبيحكي لها عن عيلته ومامته وحادث والده، وبيعرف ان سو قابلتها واتكلمت عن الحادث بس هي اكدت لها انه مش مسؤول عن تصرفات والده، وبتاكد له برضه انه لازم يتخطى الموضوع لانه هو ملوش ذنب في اللي حصل. بعدها بياخدها يوصلها الجامعه وبيقرر ياجلوا موضوع اعلان ارتباطهم دلوقتي، وهو بيكون مبسوط انها اخيرا عرفت مشاعره. وتاني يوم بتشوف بنت بتحاول تقرب منه وبتطلب منه يدفع على الواتشات وهو بيرفض، هو بتحس بغيره وهو بيعرف وبيأكد انه مش ممكن يقرب من اي بنت غيرها، وبتروح علشان تجيب له مشروب وفي ولد كمان بيحاول يقرب منها وبيطلب منها تضيفه على الواتشات وهي بترفض، ودوان بيضحك عليها وبتعرفوا انهم كده متعادلين، وبتكون عايزه تمشي لان وراها مذاكره فبياخدها تذاكر في بيته، وبيفضل باصص لها ومش بتعرف تذاكر فبتخليه يسيب الغرفه اللي هي فيها، وبتفضل تذاكر لحد ما بتتعب وبتنام. هو دوان بيجي فبتصحى بسرعه وبتستخبى منه وبتعمل انها بتذاكر على الارض، وبيقرب منها وهي بتقول انه كل ما يكون قريب منها بتحس بتوتر ومش بتعرف تركز في دروسها، وبيخرجوا علشان يوصلها وبيمسك ايدها وبيقبلها على دماغها. بعدها هي بتقرر تشتغل فتره كتدريب، وبتبدا شغل ويانا اخوها بيكلمها وبيكون رافض موضوع ارتباطها وبيتخانقوا مع بعض وبيقفل السكه، وبنعرف ان لسه ما عرفتوش هترتبط بمين بالظبط، وبتكون هتبعت له رساله تعرفه انها ترتبط بدوان بس بتلاقيه عامل لها بلوك وبتتعصب، وبتروح تستنى دوان وبيخبطها في كتفها وبتلف وشها وبيقرب خده علشان تقبله من غير قصد، وبيضحك وبيسالها لو كانت بتغازله فبتقول ان هو قرب منها بشكل متعمد وبتلوم انه عمل كده، وهو بيعرفها انه فعلا كان متعمد، وبتساله لو كان يعني اتصل بيه فبيقول لها لا، وبنعرف انه بيخطط يعرفوا كل حاجه لما يسافروا في الاجازه بتاعتها، وبترجع السكن وبتعرف ان اغلب اصحابها رجعوا يقضوا الاجازه مع عائلاتهم، وهي كمان بتكون رايحه تقضيها مع عائلتها، وهي بتعرفها انهم ارتبطوا هي ودوان وان احتمال تقضي الفتره دي معاه، وبتروح له وبيخرجوا مع بعض وبيتكلموا عن احلامهم، وبتلعب معاه وبتجري وهو بيروح وراها، وبيروح عند بيته لما بيرخم عليها بتمشي فبيروح وراها، وبيضحك على تصرفاتها وبيكون شايف انها ما اتغيرتش من طفولتها، وبيتمشوا مع بعض وبيمسك ايدها وبيوصلها وبيكون ماشي فهي بتنادي عليه وبتحضنه، وتاني يوم بيروح لها بعد الشغل علشان يوصلها، وبتكون متضايقه لانه مديرتها عملتها بشكل وحش وهي اول مره حد يعملها كده وهو بيهديها، وبترجع الغرفه وبتراسل عيلتها ويان بيكون لسه زعلان معاها، وسو بتروح لدوان البيت وبتتخانق معاه وبتقول انه والده قاتل وهو بيعرفها انه مش هيتحمل نتيجه غلط والده، وبيقفل الباب في وشها وهي بتتعصب وبتفضل تخبط، والشي بتكون في الشغل وبنعرف انه مديرتها هي نينجي صديقه سو وبتحطها في دماغها وبتعاملها بشكل وحش، وهي بتسمعها بتتكلم في التليفون وبتفتكر لما شافتها مع سو وبتقرر انها ما تنفذش كلامها طالما خلصت شغل، وفعلا نينجي بتيجي وبتطلب منها شغل وهي بترفض، وبتطلب منها تنصح صديقتها سو انها تروح لدكتور نفسي لانه واضح انها مريضه وبتسيبها وبتمشي، وبتقابل سو اللي بتتكلم معاها وبتكون عايزاها تبعد عن دوان، وبنعرف ان سو شايفه ان لازم يفضل يعاني طول حياته، وشي بتدافع عنه وبتتعصب عليها وبتسيبها وبتمشي، وبتتمشى لوحدها وبتفكر فيه، وبتكون شايفه ان دوان شخص يستحق الحب وانها لازم تفضل جنبه، وبتفتكر الحاجات اللي عملها معاها، وبيجي وبيقعد معاها وبيسالها لو كان حد ضايقها، وهي بتساله لو كان بيحبها فبيقول لها ايوه، فبتديله بطاقتها المصرفيه وبتعرفه انها تساعده في كل حاجه وهتحميه، وبنعرف انها من عيله غنيه اصلا، وهو بيطمنها انه مش محتاج حاجه وبيهزر معاها علشان تخرج من الحاله اللي هي فيها، وبيتمشوا مع بعض ويان بيتصل بيها وبيسالها عن الشخص اللي ماسكه ايده، وبتبص
بيبص وراها وبيكون هو وبيشوفوا مع بعض هي ودوان اللي بيروح وراه لما بيمشي وهو بيضربه، ودوان بيعرفوا انه مش هيقاوم وبيطلب منه يضربه تاني. ولما يان بيهدى بيرجعوا البيت مع بعض وبيأكد له انه كان هيرجع ويعرف هو وعيلته كل حاجه، وبيطلب منه يدخل يرتاح في غرفته جوه. وتاني يوم شي بتيجي ودوان بيفتح لها وبتشوف اثر الضرب، وبرغم انه بيقول لها انه وقع بس هي بتعرف ان يان ضربه، وبتروح تتخانق مع يان وبتعيط، ودوان بيعرفها ان هو كمان ضرب يان علشان تهدى، فبتتعصب عليه وبتلومه. بعدها بيخرجوا كلهم ودوان بيسيبها تتكلم مع يان، وبتزعل لما بتعرف انه هيسافر، وبيكون وافق على ارتباطهم، وهي بتعيط وبتحاول تقنعه يفضل معاها شويه، بس هو بيكون وراه شغل ولازم يرجع في اسرع وقت، وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها، وبيشاور لدوان علشان يهديها وبيمشي، وهي بتفضل تبكي وبتمسح دموعها في قميص دوان، وهو بيحاول يخرجها من الحاله اللي هي فيها، وبتلومه لما بيقول لها انها بتبكي زي الطفله. بعدها بيمشوا مع بعض، وبترجع البيت وبتكون قاعده لوحدها في سكن الجامعه لان زميلتها لسه بيقضوا الاجازه مع اهلهم، والمكيف بيعطل وبتتصل بدوان اللي بياخدها تبات في بيته وبيقرب منها وبيرخم عليها، وهي بتتوتر وبتدخل الغرفه وبتقفل الباب، وهو بيضحك على تصرفاتها وبيطلب منها تنام. وتاني يوم بتصحى تلاقيه محضر لها الفطار وهو بيكون خرج، وبيرجع وبنعرف انه اجازه النهارده، وبتتكلم معاه وبتساله لو ممكن يشاركها حزنه زي ما بيحاول يخليها سعيده، ولما بيفضل ساكت بتكون هتمشي بس هو بيحضنها وبتطبطب عليه وبتعرفه انها تفضل معاه دايما. ويان بيراسلها وبيطمن عليها وبيسالها لو دوان كان بيتنمر عليها، وهي بتطمن انه بيعاملها بشكل كويس. بعدها بتروح الشغل ونينجي بتتكلم معاها وبتعتذر لها عن اللي عملته معاها، وبتاكد لها انها صدقت كلام سو في البدايه وما كانتش تعرف الحقيقه، وهي بتوافق تسامحها. وتاني يوم بتسافر مع دوان مدينتها، وفاي بيستقبلهم في المطار وبيعرف ان هي اللي دوان حكاله عنها، بس بيعمل انه مش عارف وبياخدهم ويوصلهم. وهي بترجع البيت واهلها بيعرفوا انها ارتبطت، وبيحاولوا يعرفوا مرتبطه بمين، بس هي بتتهرب منهم وبتطلع غرفتها، وهما بيكونوا فاكرين انها ارتبطت بحد من زمايلها. بعدها بتروح تسهر مع دوان واصحابه، وهو بياخدها يوصلها وبيتمشوا مع بعض وهما ماسكين ايدين بعض، وبيقفوا قدام بيتها ومامتها بتيجي وبتشوفهم، وهي بتتخض لما بتشوف مامتها. بعدها بتطلع غرفتها ومامتها بتتكلم معاها وبتعرفها انها مش موافقه على ارتباطها بدوان ولا والدها كمان هيوافق، وده بسبب عيله دوان، وبتاكد لها انه بيحب دوان جدا وبيحترموه لانه شخص بيقدر يتحمل المسؤوليه، بس صعب يقبلوا انه يتجوز بنتهم. وهي بترفض كلام مامتها وبتعرفها انها بتحب دوان ومش هتقدر تنفصل عنه، فمامتها بتطلب منها تركز في دراستها دلوقتي وبعد الجامعه يبقى يشوف الخطوه دي، وهي مش بتتكلم، فمامتها بتطلب منها تخلي دوان يجي بكره وهم يتكلموا معاه، وبتطمنها انه ما يتصرفوا معاه بشكل كويس. وفعلا بيجي تاني يوم والدها بيتكلم معاه، وهي بتحاول تسمع بيتكلموا في ايه بس مش بتسمع حاجه، ودوان بيكون ماشي فبتجري وتقف قدامه، بس مامتها بتنادى عليها وهو بيطلب منها ترتاح دلوقتي وبيمشي، وهي بتزعل، فوالدها بيعرفها انه ما تعملش معاه بشكل وحش ولا حتى بقله احترام، بس هو شايف انه مش هيحقق لها السعاده اللي هو كأب بيتمنى تعيشها، وبيطلب منها تفكر تاني، وبيطمنها انه اتكلم مع دوان عن مخاوفه وقلقه عليها وشرح له كل حاجه، وانه هيدعمها سواء نجحت علاقتها بدوان او لا، بس هو شايف ان الامور مش هتنجح وان الافضل تنهي العلاقه من دلوقتي. وهي بترفض وبتاكد انها بتحبه وعارفه ان هما كمان بيحبوها، بس هتفضل معاه وتتجوزه، وان دلوقتي هتتكلم معاه وتطلب منه يقابلهم تاني علشان يتعرفوا عليه بشكل افضل، وبتعيط وبتتصل بيه وبيكون محبط، وهي بتطمنه انها مش هتتاثر باي كلام يتقال عليه، وانها هتتكلم معاهم تاني لحد ما يقتنعوا، وهو بيطلب منها ترتاح دلوقتي، وبيفكر في كلام والدها، وبرغم انه متاثر شويه بس بيكون شايف ان والدها معذور في كلامه، وهي بتفكر في كلامه لانه قال لها انه هيفكر تاني في قرار علاقتهم، وبتكون خايفه ان مشاعره ناحيتها تتغير، وبتفكر كمان في الظروف اللي مر بيها، ويا ترى هتقدر تسعده لو فضلوا مع بعض ولا لا، وبتتمنى ان هو ما يستسلمش، وبتكون ماسكه الازازه اللي فيها النجوم بتاعتها وبتخرجهم وبتاخد واحده، ودوان بيكون سافر وبتروح له وبتتصل بيه وبيروح لها المطار، وبتديله النجمه اللي في ايدها، وبتفكره بالشخص اللي كانت بتحبه على الانترنت، وبتقول ان ما كانش في حد اصلا وان هو بس اللي كان في حياتها، وجات علشان تقابله هو ساعتها، وبيفتح الورقه وبيعرف انها بتحبه من اكتر من 7 سنين وبيعيط، وهي كمان بتعيط وبيمسح دموعها، وبيسأل عن سبب رجوعها النهارده قبل الاجازه ما تنتهي، فبتقوله لانها خافت يسيبها، وهو بيأكد انه مستحيل يسيبها وانه كل تفكيره انه يبعد عنها لحد ما تتخرج. بعدها يتكلم تاني مع عيلتها وهي بتحضنه، وبيرجع البيت وبيفكر في اللي حصل، وبيلوم نفسه انه ما قدرش ياخد باله من مشاعرها كل الوقت اللي فات. هو تاني يوم هي بتصحى وبتعمل فطار وهو بيحضنها، والمستشفى بيتصلوا بيه لان حاله والده بقت اسوأ، وهي بتروح معاه المستشفى، وهو بيتكلم مع والده وبيلوم انه نط من المبنى علشان يهرب من المسؤوليه بعد ما خبط والد السوق بعربيته، وبيسأل نفسه لو كانت الامور هتكون افضل لو ما عملش كده، ومش بيلاقي جواب لان فيها اسئله كتير ما بيكونش ليها اجابه. بعدها بيتمشوا هو وشي، وبتحاول تخرجه من الحاله اللي هو فيها وبتديله حلوى، وبنعرف انه بيخطط يفتح الاستوديو الخاص بيه بس في مدينه تانية، وهي بتزعل انه هيبعد عنها الفتره دي، بس هو بيطمنها انها تكون معاه في اقرب وقت،
ومن بعدها بتمر فترة وبيكون مع عيلتها وبيتكلم معاهم في موضوع ارتباطه بشي، هو بيقدر يقنعهم المرة دي، وشي بتتصل بيه وبيعرف انها فازت بجايزة في التصميم، وهو بيعرفها انه قابل عيلتها واقنعهم بعلاقتهم، وبيتقابلوا بعد 6 شهور في بيت عيلتها، ودوان بيكون بيساعد مامتها في تجهيز الاكل، وبنعرف انهم بقوا بيتعاملوا معاها كفرد من الاسرة، وبيطلع غرفة شي وبيشوفوا الدمية، وبيشوف كمان النجوم بتاعتها، وبيقرا الورق وهي بتيجي وبتشوفه، وبتفتكر كل المواقف اللي مروا بيها وبتبتسم. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.